بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في الفيديو ده شرح بقى أوامر قيمة فيتشر، وهنتكلم عن الأمر هول ويزارد. باستخدام الأمر ده بقدر أنشئ ثقوب أو فتحات بمواصفات وأشكال مختلفة. بإمكاني من خلال الثقوب دي أعمل تمركز فيها لجزء ميكانيكي معين، ممكن يكون مسمار، سبلاين، كي. نشوف الكلام ده. نختار الطوب بلين سكتش، سنتر ريكتانجل، أوكي. نحدد الأبعاد 200 ملي في 150 ملي. أوكي. نعمل اكسترود بمقدار 30 ملي. نروح للأمر هو الويزرد، نضغط على السهم ده، هيظهر عندي 3 قوائم: هو الويزرد وادفانسد تو هول وثريد. آخر أمرين غالبا هيكونوا موجودين من نسخة السوليد وورك 2017 وانت طابع. أقل من كده غالبا مش هتلاقي الأمرين دول، اللي هو ادفانسد هول وثريد. نضغط على هول ويزرد، نلاحظ عندي هنا قيمتين رئيسيتين: طيب وبوزيشن. طيب بنحدد فيها مواصفات الفتحة اللي احنا هننشئها. بوزيشن بنحدد فيها مكان الفتحة. الطيب بتاع الفتحة بنحدده بناء على اعتبارات في التصميم وعلى قوانين وجداول موجودة في التصميم الميكانيكي. المهندس التصميم ما بيفتحش برنامج السوليد وركس والوحي بيجيله ويعمل اللي هو عايزه بعد كده. لا، ده المفروض ان هو بيخطط وبيصمم على ورق، وبعد كده بيبدأ يتجه للبرنامج لتنفيذ ما تم تصميمه سابقا بالحسابات وشغل، يعني ممكن ياخد أيام يعني. ففي الهول طيب عندي 9 أنواع متعارف عليها: كاونتر بور، كاونتر سينك، أشكال مختلفة وبناء على التطبيق اللي أنت محتاجه. خلينا نختار كاونتر بور ستاندرد. عشان أنشئ ثقب فأنا محتاج أختار نظام أنشئ بيه الثقب ده. لو إحنا جينا نشوف الدول الصناعية الكبرى زي أمريكا وألمانيا وروسيا وحتى الهند، الدول دي كل دولة منهم وضعت نظام للصناعة خاص بها، نظام للمواصفات الصناعية القياسية الخاصة بها، بحيث يبقى لها استقلالية نوعا ما، وبحيث تسهل العملية الصناعية داخل الدولة دي. بحيث لما أكون أنا مثلا عايز أعمل ثقب معين، يبقى ليا مواصفات محدودة ومعروفة. يعني مثلا دي اي ان ده النظام الألماني، بي اس اي اللي هو بريتش ستاندرد انستيتيوت، ده المعهد البريطاني للمواصفات القياسية. خلينا نمشي على الانسي انش ده. الطيب بتحدد الشكل أو النوع بتاع الفتحة دي، والطيب بيختلف من نظام لنظام. يعني لا، لو احنا اخترنا الانسي انش هيظهر عندي الأنواع دي. لو أنا اخترت الدي اي ان هيظهر عندي انواع باسماء ومواصفات مختلفه. عندي النظام الايزو. خلينا ناخد الانسي انش ده وناخد الهيكس بولد. بعد ما حددنا النوع والنظام اللي احنا هنمشي عليه في الهول دي، بنروح للمواصفات، بنبدأ نختار الحجم، ونيجي عند الفت. عند مصطلحين مهمين جدا: مصطلح اسمه الفت ومصطلح اسمه التوليرانس، ودول بيهموا في وقت التجميع. لما تيجي تعمل تجميع لجزئين مع بعض، هل الجزئين دول التعشيق اللي بينهم هيبقى سهل، ولا هيعوز بذل مجهود أو قوة معينة بحيث يحصل ما بينهم تعشيق، وهكذا. نورمال عادي، لوز اللي هو هيبقى فيه ما بينهم اتساع معين. خلينا في الحالة دي ناخدها نورمال. الاند كونديشن، الوقت أنا هعمل ثقب في الشكل ده، هل أنا عايز الثقب ينزل 10 مللي، ولا عايز يبقى ثقب نافذ، ولا عايز ينزل لغاية حافة معينة. لو ضغطنا هنا هنلاحظ خيارات اتكلمنا عنها لما جينا نشرح الأمر اكسترود، ممكن ترجع لها. هناخد في الحالة دي ثرو اول. الاوبشن دي خيارات بنحدد منها شكل الهول. هنرجع لها دلوقتي، نروح للبوزيشن 3 دي سكتش، نعمل ثقبين مثلا.
هنلاحظ إن بإمكاني أحدد المسافة ما بين الثقبين أو المسافة ما بين الثقبين دول وأي جزء تاني في الشكل عندي. نرجع نشوف باقي الخيارات. هنيجي عند اوبشن. لو احنا جينا عند هيد كليرنس، بإمكانك تزود أو تقلل القيمة دي بناء على المواصفات اللي انت محتاجها. وكذلك النير سايد كاونتر سينك، بإمكانك تحدد الحجم وزاويته بناء على التطبيق. نفس الكلام مع الأندر هيد كاونتر سينك. الفار سايد كاونتر سينك برضه نفس الكلام. اللي يهمك في الحاجتين دول أو في الأربع حاجات دول غالبا الفار سايد اللي هي الجهة البعيدة أو الجهة العلوية من الشكل، والنير سايد. بعد ما تكون حددت المواصفات اللي انت محتاجها، والكلام ده بيتم بناء على جداول معينة وحسابات معينة. يعني مثلا المسمار ده معطيني هنا كل الأبعاد أو المعطيات اللي أنا محتاجها بحيث أنشئ هول لي أو أنشئ يعني شكل مناسب ليه. نعمل أوكي. هنلاحظ إن تم إنشاء عندي الثقبين دول بالأبعاد والمواصفات اللي إحنا حددناها. طب ما واحد يقول طب ما أنا ممكن أعمل كده بالأمر اكسترود كات مثلا أو أعمل ريفولف كات. ممكن في الحالة دي تعمل ريفولف كات أو اكسترود كات، بس أنت هتعمل مسمارين، وفي الحالة دي حالة سهلة يعني مواصفاتها معلومة شوية. أما في بعض الحالات بتكون أنت محتاج تعمل عدد كبير من المسامير وبمواصفات قياسية، فأكيد يعني صعب جدا أو هتبقى عملية شاقة إن أنت تاخد المواصفات القياسية دي اللي هو البرنامج محددها لك وتقعد أنت بقى تحسبها وتعمل بقى اكسترود. فده الأمر ده مهم ومفيد. بعد كده هنتكلم على الأمر أدفانسد هول، وهو أمر في مجموعة من الأوامر المكملة للأمر هول ويزارد. أولا هنا بختار السطح اللي هيبدأ منه إنشاء الهول، وأول ما أعمل كده بالديفولت بيحدد لي مكان مؤقت للفتحة. لو أنا اخترت insert element below active element، معناه إن هو هيبدأ إنشاء الثقب من تحت الخيار اللي احنا اخترناه. لو أنا عملت ريفرس، طبعا في الحالة دي مش هينفع أعمل فوق الثقب اللي أنا اخترته لأن مفيش حاجة عندي أساسا فوق. هنعمل ريفرس دايركشن. خد بالك إن أنا أضفت مجموعة من الخيارات بقدر أتحكم في شكل كل خيار منهم. يعني مثلا ناخد أول ثقب عملته كان بالشكل ده، تاني ثقب عايز أخليه بالشكل ده، تالت ثقب مثلا بالشكل ده مثلا. وده بناء على الابليكيشن بتاعك، مش بنعمل اعتباطا كده. الفار سايد بنختار فيها يعني النهاية بتاعتنا أو المكان اللي احنا عايزين نوصل له. بعد كده بنروح للسبيسيفيكيشن، وبرضه نفس الأمر بناء على المواصفات التصميمية اللي معاك بنبدأ نختار المواصفات. نختار في الحالة دي اكس بولت وليكن 5/8. لو انت عايز تعمل حجم معين مش موجود في المواصفات العالمية ممكن تحدده من هنا. نعمل اوكي. نسينا نحدد المكان، نحدد المكان، نعمل اوكي. هنلاحظ ان الثقب تم انشاؤه. نعمل سيكشن عشان نشوفه ولا هو واضح من تحت. ده الثقب بتاعنا اهو بالمواصفات اللي احنا حددناها. نعمل سيكشن. هو ده الثقب اللي احنا اخترناه عشان احنا اخترنا 3 عمليات، فاخترنا 3 انواع مختلفة وحددناها. نعمل ديليت ونروح نشوف الثريد. الامر الثريد هو امر مهم جدا ومحتاج تمشي على طريقته يعني بالظبط شوية عشان يطلع معاك وما يحصلش معاك مشاكل فيه. الامر الثريد هو الامر الالاوز، ان انا بعمل في الشكل بتاعي الاوز زي الشكل ده مثلا. الالاوز ده ليه اشكال واحجام وانواع مختلفة بتتحدد بناء
على حسابات وعلى جداول في التصميم الميكانيكي. سكتش، ونرسم دايرة، ونعمل اكسترود بمقدار 100 ملي. نروح نلغي السكشن، ونروح للأمر هو الويزرد، وننشئ ثقب بالمواصفات اللي اشتغلنا بيها قبل كده. عند الثقب هو الويزرد ثريد. أول خيار عندي هنا ثريد لوكيشن، بنحدد بداية الثريد اللي احنا عايزينه يبدأ منين. نختار الإيدج ده، بإمكان اختار اوفست بحيث يبعد عنها مسافة معينة. بعد كده بنحدد الاند كونديشن، ممكن يكون اب تو سelection، يعني معناه ان نهاية الثريد هيكون عند اختيار معين. في الحالة دي نختار السطح ده مثلا. او ممكن اختار بلايند بحيث الثريد ينزل مسافة معينة. او ريفولوشنز، اختار الثريد اللي هيعمل كام دورة. نختار في الحالة دي اب تو سelection. نيجي عند السبيسيفيكيشن اللي بتحدد بناء على التطبيق ونوع الثريد اللي احنا محتاجينه. يعني الثريد له اشكال مختلفة وانواع مختلفة، متحددة بأنظمة عالمية مختلفة، وده جزء يخص الناس اللي شغالة في التصميم الميكانيكي. هنيجي هنا عند الثريد ميثود، نختار كات ثريد لأن الألوز بتاعنا ألوز داخلي، ونحدد نوعه إذا كان رايت هاند أو ليفت هاند. وبقية المواصفات دي بنحددها بناء على التطبيق اللي احنا شغالين فيه. نعمل اوكي. هنلاحظ ان الألوز تم إنشاؤه. نعمل فيكشن نوضح بيه. هو ده الألوز بناء على المواصفات اللي احنا اخترناها. نعمل ديليت، ونروح نشوف ازاي هنرسم الألوز الخارجي. هو الويزارد ثريد. نلغي السكشن فيو، نختار الإيدج كبداية، وكنهاية نختاره بمقدار 50 مثلا، بنفس المواصفات اللي احنا اخترناها مثلا، أو ممكن نعدل فيها. بس في الحالة دي بدل ما كنا بنختار قط ثريد هنختار اكسترود ثريد، بحيث إن الألغوز بتاعي يكون للخارج ما يقطعش من الشكل. لو احنا جينا نلاحظ إن هنلاقي إن الأسطوانة موجودة وعمل الثريد خارج منها. لما اخترنا الهول عمل الثريد داخل ليها، وده بناء على إيه؟ بناء على الخيارين دول اللي هو القط ثريد واكسترود ثريد. أتمنى إن الفيديو يكون خفيف، يعني لأن هو فيه مصطلحات كتير لها علاقة بالتصميم الميكانيكي. لو الفيديو عجبك اعمله شير بحيث ناس كتير تستفاد منه، ولو معك سؤال ممكن تبعت لنا على الصفحة. شكرا.